اجيو معايا نحضروا السيجار بالكوك والكونفيتير من اسهل والذ واسرع الحلويات اللي ممكن تحضريها في وقت واجد. السلام عليكم ومرحبا بكم مع فيديو جديد ونهار جديد. معكم شيوات وابداع هاجر. بغيت نشارك معكم اليوم باذن الله حلوه سهله مهله بدون طوابع بدون بيض بدون زيت، فقط غير 2 كؤوس ديال الدقيق كتخرج لنا 40 حبه. مكونات اللي هي بسيطه كتجي لذيذه راقيه في المنظر، والاهم من هذا الشيء كله انها كتجي هشيشه مقرمشه ومعلكه في نفس الوقت. فاملي الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تخليو لي لايك وتعليق محفز، ولا بغيتوا توصلوا بجديد الفيديوهات ما عليكم الا تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر ابوني وتفعلوا جرس الانذار. وبلا ما نطول عليكم نخليكم تكتشفوا معايا المقادير وتفاصيل التحضير وفرجه ممتعه. وغادي نحتاجوا السكر الثقيل ما يعادل 60 غرام، كاس ديال العلبه ديال الكاوكاو ما يعادل 80 غرام. انا هنا استعملت الكاوكاو البلدي، داك الكاوكاو اللي كيكون صغير طحنته هنا بالقشره ديالو. وكذلك غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده، يعني ديال العلبه تكون بالحراره ديال المطبخ، الزبده ديال البواطه، واحد ربع خماره ما يعادل 2 غرام، 2 قطع ديال الفرماج المثلث كما ممكن نتوما تعوضوه بالفرماج المربع. عندي واحد الساشي المنكه بسكر فانيلا، ودقيق خاص بالحلويات نوعيه جيده. وفي البدايه غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه الزبده، وكيف ما كنقول لكم دائما الزبده تكون بالحراره ديال المطبخ. كنذكركم انا هنا استعملت الزبده ديال البواطه، وغادي نضيف ليها واحد القبيصه د الملحه باش كنصحوا الذوق. غادي نضيف كيس من سكر فانيلا، هنا كيف ما لاحظتوا معايا يعني غنخدموا هذه الحلوه ان شاء الله بدون بيض بدون زيت، يعني غير بالزبده فقط. غادي نضيف لها هنا 2 قطع ديال الفرماج، كتجي الصراحه لذيذه هشيشه ومقرمشه في نفس الوقت. وغادي نضيف السكر الثقيل، انا هنا ما استعملتش السكر الثقيل يعني كثير، حاولت انني نقص السكر لان كيف ما كنعرفوا يعني الحلوه عاد غادي نوضعها في الكونفيتير والكونفيتير تيكون حلو، يعني هذا علاش انا هنا نقصت السكر الثقيل. وغادي نخلط هاد العناصر حتى نحصل على الخليط على شكل بوماد. ومن بعد ما حصلنا على الخليط على شكل بوماد غادي نضيف ليه الكاوكاو اللي كنذكركم انا هنا استعملت الكاوكاو، يعني داك الكاوكاو البلدي الصغير طحنته بالقشره ديالو. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان، ومن بعد غادي نبدا نجمع هنا بالدقيق. يعني هنا نحاولوا اننا ما ندخلوش الكميه ديال الدقيق بزاف. انا كنخلط وانا كنضيف الدقيقه شويه بشويه. وغادي نضيف داك ربع خميره ديال الحلويات ما يعادل 2 غرام، وكنجمع العجين ديالي غير برؤوس الاصابع. خصنا نحصلوا على واحد العجين اللي كيكون طري، يعني ما يكونش قاصح بزاف. هنا بالنسبه للكميه ديال الدقيق خدا معايا 200 غرام، وانتم كيبقى دائما على حسب نوعيه الدقيق اللي غادي تستعملوا. غير هي النصيحه انكم ما تقصحوش العجين، خصكم تحصلوا على واحد العجين اللي كيكون طري. هنا غادي نبدا نشكلو كيف ما موضح معنا في الصوره على شكل قضبان هكا صغار. يعني غادي ناخذ العجين اللي كنغطيه بالبلاستيك وكناخذ منه واحد القطع، وكنبدا نشكلهم على شكل حربول هكا على سطح العمل كيف ما موضح معنا في الصوره. كنقطعوا يعني داك الزوائد اللي كيكونوا في الجوانب، يعني كنزولوهم بالموس. وغادي نقطع واحد القطعه، يعني كتبقى دائما على حسب الرغبه ديالكم نتوما في القطعه، يعني شحال تكون في الطول ديالها. يعني كناخذ بها العبار، كنحاول اني ناخذ بها العبار باش كنحصل على هاد القضبان هادو هكا، يعني في قياس يكون متساوي.
وبنفس الطريقه غادي نستمر، يعني كناخذ قطعه من العجين كنشكلها على سطح العمل على شكل حربول كيف ما موضح معنا في الصوره، وكنبدا نقطعها القطع هكا تكون متساويه، يعني كنحاول نحيد داك الزائد من الجوانب، وكنستفوهم في لاطه اللي كتكون فرشه بالورق ديال الطهي، يعني هكا حتى النهايه ديال العجين. وهنا كنكونوا مسخنين الفرن على 170 درجه اسفل واعلى. كندخل اللاطه للفرن وكنخليهم دائما على النار عليهم من الاسفل ومن الاعلى حتى كيطيبوا وكياخذوا لينا داك اللون هكا ذهبي. يعني كيبقى دائما الفرن ما بين 170 حتى 180، وكيبقى دائما على حسب الفرن اللي عندكم نتوما. ومن بعد ما طابت ليا هاد الحلوه يعني كنخليها حتى كتبرد. هنا كناخذ الكونفيتير ديال المشماش، يعني الكونفيتير الخاص بالحلويات، داك الكونفيتير السائل. انا هنا ضفت ليه ماء زهر وضفت ليه كذلك الكليكوز، وكنوضعو على النار وكنخليه حتى كتضرب عليه داك الغليه، يعني كنطفي. وهنا كتكون عندي الحلوه بارده، يعني كنوضع هاد القطع ديالي في الكونفيتير اللي كيكون سخون، والعكس صحيح. يعني كنحاول انني كنقطر داك القطع، كنحاول نقطرهم من الفائض ديال الكونفيتير وكنوضعهم مباشره في الكوك. يعني هنا كنحاول انني نخليهم كيتشربوا داك الكوك هكا مزيان. وبنفس الطريقه غادي نستمر، يعني كنوضع القطع ديال الحلوه اللي كتكون بارده وسط الكونفيتير اللي كيكون سخون. يعني هنا كنذكركم بانني استعملت الكونفيتير ديال المشماش السائل الخاص بالحلويات اللي هو على النار، وضفت ليه ماء زهر وكذلك ضفت ليه الكليكوز. كنخليه حتى كتضرب عليه داك الغليه وكنطفي وكنوضع فيه الحلوه، هاد القطع ديال الحلوه، وكنقطرهم من داك الفائض ديال الكونفيتير، يعني بواسطه الفرشات اولا بواسطه شي هكا مصفات صفايه، يعني على حسب الرغبه ديالكم. وكنوضعهم مباشره في الكوك. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الكميه كلها اللي عندي. هاد الحلوه كتجي لذيذه هشيشه كيف ما قلت لكم ومقرمشه، وكتجي في نفس الوقت معلكه كيف ما كنعرفين ديك الكاوكاو اللي طحنتو خضر كيجي معلك وسط منها. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق، واحد اللايك الى عجبتكم هذه الحلوه هذه. كنتمنى كذلك انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء ومع الاحباب وعبر المواقع التواصليه باش توصل لعدد اكبر من المشاهدين. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم. كيف ما ممكن تقدموها في الكويخطات ديال الحلوه، كذلك كيف ما ممكن انكم ما تزينوهاش بالكوك والكونفيتير، تغطسوها غير في الشكلاط الابيض او الاسود. كيف ما ممكن كذلك تخليوها كيف ما هي او تغطسوا لها غير داك الجوانب ديالها في الشكلاط، كيبقى حسب الرغبه ديالكم وحسب المتوفر عندكم. كتجي رائعه لذيذه هشيشه مقرمشه ومعلكه في نفس الوقت. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق وواحد اللايك للتحفيز. كنقدمها لكم بالصحه والراحه. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، وكنجدد اللقاء بكم مع فيديو ووصفه جديده ان شاء الله. تخليكم مع الصور.